بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من قناة محمد الحمراوي لصيانة الأجهزة المنزلية. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتعلم حاجة جديدة في الغسالات الزانوسي الأكواتيك. النهاردة بإذن الله هنتعلم إزاي نغير الصليبة دي بتاعة الغسالة الأكواتيك، وإزاي نقدر نحدد إذا كان الأكس فيه مشكلة ولا لأ، وإزاي نقدر نفك الصليبة بكل سهولة بدون ما نخبط عليها أو نبوظ الحلة. وإن شاء الله بإذن الله هنتعلم برضو إزاي نغير أو نركب الصليبة الجديدة قدام حضراتكم. فكل ده وأكتر إن شاء الله بإذن الله هنلاقيه في الفيديو ده. ولكن في البداية رجاء لو حضراتكم أول مرة تتابعوني، ياريت حضراتكم تتفضلوا علينا وتتفاعلوا مع القناة وتدعمونا بلايك وشير علشان يصل لحضراتكم كل الفيديوهات القادمة إن شاء الله. طبعا احنا ما بنغيرش الصليبة دي يا جماعة إلا إذا كان الأكس فيه تآكل. فطبعا الأكس لما بيكون فيه تآكل بيكون بيعمل زي بوش كده في الحلة. وطبعا لو احنا بنغير بلي على التآكل اللي في الأكس ده، برضو هيجيب بلي تاني والحلة هتكون فيها بوش جامد. ويبقى كده عمرة البلي ولا كأن ليها لازمة. فاحنا علشان نضمن عمر أطول لعمرة البلي ويكون صوت الغسالة مرتاح وما يكونش فيه أي احتكاك ولا حاجة، وعلشان برضو نحافظ على عمر الحلة، بنلجأ إن احنا نغير الصليبة اللي قدام حضراتكم دي. وكتير من الناس طبعا اتصلوا بيا أو بعتوا بيسألوني إزاي نغير الصليبة وإمتى نغير الصليبة. زي ما حضراتكم شايفين كده أنا بسخن على المسامير الأول. الصليبة دي طبعا بتبقى متثبتة ب3 مسامير زي ما حضراتكم شايفين كده، مكونة من 3 أجنحة، كل جناح بيربطه مسمار. ده الأكس طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده، البلية الداخلية فيها تآكل من الأكس. زي ما حضراتكم شايفين كده في تآكل جامد من البلية الداخلية. فاحنا بنغير الأكس على طول طالما إن الأكس فيه تآكل. فبنبتدي إن احنا نسخن على الصليبة كده زي ما حضراتكم شايفين بهيتر كده، ونفك المسامير معانا بلقمة 10. بتفك معانا بكل سهولة. التسخين طبعا علشان بيبقى فيه المسمار من المسحوق، والرواسب بيبقى ماسك جامد في الصليبة. فبنبتدي ان احنا نسخن كده علشان المسمار يفك معانا بكل سهولة، وما نخبطش على الحلة كتير علشان الحلة ما تبص او تتطبق. زي ما حضراتكم شايفين كده واحدة واحدة، زي ما حضراتكم شايفين المسامير بتفك معانا بكل سهولة بعد التسخين عليها. وبعد ما فكينا ال3 مسامير بنفك كده رفيع، بنخرج الصليبة، وكده الصليبة خرجت معانا بكل سهولة. طبعا احنا بنكون حاطين الصليبة او الحلة على فردة كاوتش كده علشان الحلة ما تتطبقش معانا. وده شكل الصليبة، طبعا فيه جنزرة جامدة من الأسفل، بالإضافة إن الأكس طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده فيه تآكل. ودي صليبة جديدة برضو هنتعلم إزاي نجمعها تاني، أو طريقة التركيب والتجميع بتبقى بنفس طريقة الفك بالظبط. برضو بنركبها مكانها وبنثبتها ب3 مسامير. ولكن في البداية بننضف طبعا الحلة من المسحوق والرواسب اللي بتبقى ماسكة في الحلة بأي صنفرة كده ناعمة، أو فرشة سلك، أو السلك اللي بنغسل بيه الأطباق. بننضف على قد ما نقدر كده قبل تركيب الصليبة الجديدة. طبعا الموضوع سهل وبسيط يا جماعة، يعني مفهوش صعوبة على الإطلاق. ولكن أنا حبيت أنزل الفيديو ده لأن في ناس طلبت مني طريقة تغيير الصليبة وإمتى أغير الصليبة.
احنا بنغير الصليب يا جماعة لما بيكون الاكس اللي قدام حضراتكم ده اللي بيركب عليه البلي بيبقى فيه تآكل، او الصليبة نفسها بتبقى مكسورة او فيها تمليح كده، فبنبتدي ان احنا نغير الصليبة كاملة علشان عمرة البلي عمرها يكون معانا اطول. بطريقة سهلة وبسيطة النهاردة إن شاء الله بإذن الله قدرنا إن إحنا يا ريت طبعا نكونوا اتعلمنا حاجة جديدة، وتعلمنا إزاي نغير الصليبة الأكواتيك. وبنبتدي نجمع معانا ال3 مسامير تاني ونشد عليهم برضو بلقمة 10. ودي كانت حلقتنا النهاردة، يعني يا ريت حضراتكم تكونوا استفدتوا منها حاجة أو اتعلمتوا منها حاجة جديدة. بنبتدي نجمع تاني زي ما حضراتكم شايفين كده. ويا ريت حضراتكم ما تنسوش تتابعونا على القناة وتدعمونا بلايك وشير علشان يصل لحضراتكم كل الفيديوهات القادمة إن شاء الله. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.